بعض الناس بيحس إنهم في دايرة مفرغة، كل ما يحاولوا يطلعوا منها يرجعوا تاني لنفس النقطة. بيشتغلوا وبيحوشوا، بس دايما في آخر الشهر الفلوس بتخلص ويرجعوا تاني لنقطة الصفر. السؤال هنا، ليه في ناس بتبدأ من الصفر وتوصل لمليارات، وناس تانية بتفضل مكانها حتى بعد سنين طويلة من الشغل؟ النهاردة هنكلمك عن رجل بدأ من ولا حاجة حرفيا، واشتغل في غسيل الأطباق، وبقي واحد من أكبر رجال الأعمال في العالم العربي، سميح ساويرس. وهنعرف إزاي تخرج من دايرة الفقر بخطوات علمية مستوحاة من طريقته في التفكير والحياة. ابدأ حتى لو ببساطة. أول خطوة عشان تطلع من الفقر ده هو إن أنت تبتدي أصلا. ساويرس بيتكلم إنه لما كان في ألمانيا اشتغل في الترجمة، بس الفلوس كانت قليلة معاه، فاضطر يشتغل في غسيل أطباق واشتغل نادل كمان في مطعم. الرسالة هنا بسيطة جدا، ما تستناش الفرصة المثالية لأنها على الأغلب مش هتيجي، خصوصا لو أنت قاعد في البيت. الفرصة الحقيقية هي اللي في إيدك دلوقتي. أي شغل ممكن يكون البداية، الأهم إن أنت تكتسب مهارات وتتعلم من التجربة اللي أنت بتمر بيها. ابدأ حتى لو خطوة صغيرة، لأن أصعب مرحلة في الخروج من الفقر هي التحرك من الصفر. 2. التعلم هو رأس المال الحقيقي. ساويرس رغم إنه ملياردير إلا إنه لسه بيتعلم لغاية دلوقتي، زي إنه بياخد دروس في الإنتاج السينمائي، ده لأنه مؤمن إن التعلم المستمر هو سبب النجاح الحقيقي. الناس الفقيرة طريقة تفكيرها كده، أنا محتاج يكون عندي فلوس، لكن الناس الغنية بتفكر بالشكل ده، أنا محتاج أتعلم إزاي أعمل فلوس. التعلم هنا مش لازم يكون في جامعة، لكن ممكن يكون كورس أونلاين، كتاب، فيديوهات مجانية زي الفيديو اللي أنت بتشوفه دلوقتي، أو حتى شغل جديد تتعلم منه حاجة. كل مهارة جديدة هي سلمة يطلعك درجة من الفقر. 3. القناعة مش استسلام، دي حكمة. ساويرس كان قبل كده بيتكلم عن الرضا، وقال إن القناعة كنز لا يفنى. الغني هو اللي مش محتاج. للأسف ناس كتير بتحاول تبان غنية بدل ما تبقى غنية فعلا، يعني بيصرفوا فلوس كتير على الموبايلات، الكافيهات، اللبس، وكل ده عشان يظهروا ويبانوا للناس إن هم أغنياء. بس الحقيقة إن الاستهلاك الزائد هو اللي بيحبسك في دايرة الفقر. الحرية المالية تبتدي لما أنت تصرف أقل من الفلوس اللي أنت بتكسبها، مش يبقى اللي رايح على قد اللي جاي. رابع حاجة، استثمر بعقلك مش بعاطفتك. ساويرس معروف عنه إنه ما بياخدش قرارات استثمار بالعاطفة. في مرة كان بيقول أنا فلوسي في جيبي ومحدش يقول لي أحطها فين. يعني قبل ما يحط فلوسه كان بيدرس السوق كويس، المخاطر، الفرص الكويسة جدا. وده الدرس الرابع، ما تمشيش ورا الوعود الكدابة أو الناس اللي تقولك استثمر هنا وهتكسب بسرعة. غير كده استثمر في حاجتين مهمين جدا. أولا نفسك، زي مهارة أو تعليم أو حتى شغل جانبي. تاني حاجة مشروع بسيط، حتى لو كان بمبلغ صغير بس يكون مدروس. مش لازم تبقى غني عشان تبدأ، لكن لازم تبدأ عشان تبقى غني. 5. وده شيء بينك ما بين ربنا، العطاء مش خسارة، ده استثمار في نفسك. سميح ساويرس خصص 30% من ثروته للعمل الخيري، وبيقول إن متعة الفلوس بتختفي بعد حد معين، لكن متعة المساعدة دي ما بتخلصش. لما تساعد غيرك حتى بمعلومة، وقت، أو مساعدة بسيطة، أنت بتغير نظرتك للمال، وبتتعلم إن الثراء مش بس رصيد في البنك، الثراء كمان في القلوب. 6. طريق الخروج من دايرة الفقر. لو هنلخص حياة ساويرس في 6 خطوات هتبقى بالشكل ده. أولا، ابدأ من دلوقتي حتى لو البداية بسيطة جدا. 2. طور مهاراتك باستمرار. 3. قلل استهلاكك الزايد وعيش بإمكانياتك. 4. استثمر في نفسك قبل أي مشروع. 5. احسب خطواتك بعقلك مش بعاطفتك. 6. ساعد غيرك لما تقدر، ساعد غيرك لما توصل. دي مش نصايح نظرية، دي طريقة حياة، لأن الفقر مش دايم، لكن اللي يفضل فقير هو اللي بيستسلم لدايرته وما بيتحركش منها. سميح ساويرس بدأ من الصفر، وانت كمان تقدر تبدأ. مش لازم تبقى ابن غني يعني، ولا تسافر برا، ولا تستنى الحظ لغاية لما يخبط على بابك. انت محتاج تبدأ وتتعلم وتكمل، لأن اللي بيخرج من الفقر مش هو اللي معاه فلوس كتير، هو اللي معاه فكر مختلف. لو حبيت الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، وشارك الحلقة دي مع أي حد لسه بيدور على طريق الخروج من دايرة الفقر.